فاكرين القلقاس اللي احنا خزيناه مع بعضينا؟ خدت القلقاسية بحالها كده وسقطتها في المية السخنة وقشرتها وحفظتها في الديب فريزر وقلت لكم استنوا معايا شوية نشوف القلقاس ده هيستوي ولا لأ. دي طريقة المصانع، وانا النهاردة جيت اعمل القلقاس بالطريقة دي عشان نشوف هينجح معانا ونخزن كمية لرمضان وكده يعني ولا ايه. اول حاجة هنا انا بجيب معايا الكزبرة. انا ما بحط السلق يا جماعة لاني انا ما بحبش السلق، وفي ناس كتيرة قوي بتاكل القلقاس من غير سلق. دي طريقتي في القلقاس، يا رب تعجبكم. بضربها ضرب كويس جدا في الكبة لحد ما تنعم، قدر الامكان يعني. وبعد كده بعصرها عصر كويس جدا وباخد المية بتاعتها، هي دي المية اللي انا بخدر بيها الشوربة بتاعت القلقاس. هنا الشوربة عندي دي شوربة فراخ، ممكن تعملي اي شوربة تكون دسمة، مش هتفرق خالص. طبعا انا بشيل هنا البصل والطماطم واي حاجة كانت بتتسلق مع الفرخة بتاعتي، وخليت الشوربة بس. انا بطلع لما الشوربة تغلي بطلع القلقاس مجمد، ما تستنيش عليه يفك ابدا، لو استنيتي عليه يفك صدقيني مش هيبقى حلو خالص. هنا القلقاس ده ما غسلناهوش احنا. ارجعي بس لطريقة الفيديو بتاعتي وحفظ القلقاس، طريقة حلوة قوي قوي قوي، دي طريقة المصانع. وانا طلعته من الفريزر على طول على الشوربة واستوى وراح زي الزبدة، ودي طريقتي هتكون المعتمدة بصراحة، مش هعمل غيرها بعد كده، وهحفظ القلقاس بالطريقة دي. انا هنا عصرت الخضرة بتاعتي وهسيبها تجف على تنشف خالص من غير إدام ومن غير أي حاجة، لازم أنشفها كويس جدا. الطريقة دي لو عملتيها في القلقاس هتعجبك جدا. أنا هنا بعمل شوية شعرية عشان أعمل رز بشعرية جنب القلقاس بتاعي. يا رب يعني الطريقة بتاعتي دي تعجبكم. هنا اي ريم بيطلع من القلقاس لازم نشيله. وفي بقى حاجات تكات كده مهمه قوي قوي وانتي بتسوي القلقاس، ايه هي؟ اولا ما ينفعش تعلي النار على القلقاس نهائي، لازم النار تكون هاديه. تاني حاجه ما ينفعش تغطي عليه، لو غطيتي عليه او عليتي النار القلقاس بتاعك هيبقى ممزلق، الشوربه بتاعتك هتبقى ممزلقه. فعشان نطلع شوربه خفيفه وجميله ونحتفظ بالماده اللي بتبقى جوه القلقاس، اللي بتطلع تعمل مادة لزجة كده عشان نحتفظ بيها وبفوائد القلقاس كاملة، ما تعليش النار نهائي على القلقاس. تاني حاجة ما تغطيش الحلة خالص. انا هنا بفضل اقلب في الخضرة بتاعتي لحد ما تنشف تماما، وبفتفتها كده رفيع خالص بالمعلقة، وفي نفس الوقت بشيل الريم اللي بيطلع من على القلقاس. وده مهم جدا تشيلي الريم البسيط اللي بيطلع، هو ده بس اللي طلع اول عن اخر من الماده اللزجه اللي القلقاس بيطلعها. طبعا لو غلت انت كده بتستفزي القلقاس فبتطلعي الماده اللي فيه، لكن طول ما هو مش بيغلي وبيبقى على نار هاديه صدقيني بيبقى حلو قوي قوي. هنا بعد الخضره بتاعتي ما جفت نهائي من الميه، انا حطيت لها معلقه سمنه وهبتدي اشوحها كده تشويحه صغيره واحط لها معلقه توم. بس كده احنا خلصنا خلاص الكزبره والثومه. مجرد بس ما تاخد لون هركنها على جنب عشان لما القلقاس يستوي احط عليه الكزبره والثوم. ده انا مش هحطها والقلقاس لسه بيستوي، لو حطيتيها والقلقاس لسه بيستوي هتغلي معاها فهتخلي لونها يبقى مش حلو. لا انتي تسيبيها على جنب بعد ما تستوي كده وتحمريها، مش هيجرى حاجه خالص خالص لو بردت وانتي حطاها على جنب. القلقاس بتاعي هنا طبعا انا متابعاه، ما تقلبيش فيه برضو كتير، يا دوب تقليبه كده صغيره بس. واي ريم بصي ما خليتش في الشوربه اي ريم، وهيطلع طعم جدا جدا وربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوش تصلوا على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، وتنسوش تتابعوني وتعملوا لي اشتراك. احنا هنا حطينا ملح وفلفل اسمر، وطبعا خدي بالك ان الشوربه بتبقى مملحه شويه. وحطيت الميه الخضراء بتاعه بصي بوريكي مستوي راح زبده. طبعا هو الميه دي بس شويه الميه بتاعت الكزبره هي اللي بتخدر القلقاس عندي. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا وتعملوا الفيديو ويعجبكم، وارجعي الفيديو الحفظ بتاع القلقاس عشان تشوفي انا عملته ازاي. باي باي.